السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله بإذن الله الفيديو ده احنا هنعمل فيه الكنبة اللي ب2 ايد، وبالمرة هنوضح موضوع الكتف والايد. يعني انتي عندك هي ايد، بس ايه هو الايد الكتف وايه هي الايد العادية؟ اول حاجة الايد الكتف اللي هي بيكون الظهر بتاعها قد الايد، يعني طول الظهر قد طول او ارتفاع الظهر قد ارتفاع الايد، الاتنين سوا واحد. دي كتف. طيب دي نعملها ازاي؟ دي بتعمليها عادي خالص زي الفيديوهات اللي انا بعملها في الركنة. هنزل لكم الفيديوهات تحت بعض وهتشوفي انا ركبت الايد العادية اللي هي الكتف ازاي. تمام. طب الايد اللي هي العادية بقى، الايد العادية اللي هي بتكون الظهر اعلى من الايد، يعني في فرق في الارتفاع بين الايد والظهر. تمام، يعني في فرق في الارتفاع بين الايد والظهر. خلاص فهمنا الحتة دي. طيب اما نيجي نقصها، احنا طبعا الكتف خلاص كتف احنا واخدينه وعاملين كل حاجة. طيب لما نيجي نقص الايد اللي هي الايد العادية بقى، اللي فيه فرق بينها وبين الظهر، هنقصها عادي خالص، سهلة جدا. قصيت انا قصة عندي هنا عادي خالص اهي، خلاص، وبتقفليها عادي. طبعا التفاصيل دي احنا عارفينها، اللي عايز يعرفها اكتر يدخل على الفيديوهات بتاعة الدروس بتاعة الركنة هيفهمها اكتر واكتر. تمام، انا مقفلاها اهي، الايد اهي مقفلاها. طيب انا عايزه اعملها كتف، طبعا انا مقفلها اهي الجنب التاني. لا، عايزه تعملي اللي انا هعمله ده قبل ما تقفلي عادي، مش مشكله. تمام، بس دي هتحددي. انا بجيب الاتنين ايد كده، هما 2 ايد، لو ايد واحده هتشتغلي على ايد واحده، هتحددي دي يمين وشمال. لو 2 ايد هتشتغلي على 2 ايد، هتحطيهم قصاد بعض. طبعا هتكون الحته دي المقفوله والحته دي المقفوله، خلاص هتحطيهم قصاد بعض عشان تحددي دي يمين او ودي شمال. تمام، او دي شمال ودي يمين، يعني مش فارقه ايه، هتحددي اليمين من الشمال. طيب هنعمل ايه؟ ده الايادي معانا. هنيجي في الحته المفتوحه دي، طبعا دي هنقفلها، دي هتفضل مفتوحه. انا في الطبيعي لو هي مقاس طبيعي بعمل كده واروح قصه. تمام، وبكملها. انا في فيديو اللي هو فيديو الانتري في دي الحركه دي واضحه كويس، هبقى انزلها لكم في الصندوق الوصف برضه. طيب ده انا مش العادي، او الناس اللي ما بتحبش ان هي تعمل 4 صوابع كده، بس انا متهيالي ان 4 صوابع ديت هتكون سهله لكم قوي، يعني سهله جدا، مش بالسنتي. يعني انتي كده هتحطي ايدك كده كده وهتروحي محدده وقصه بالمقص. طيب انا كاني بقى عملت ال4 صوابع كده. تمام، انا لازم اكون تانياها، يعني هي دي الايد اهي كده، الايد اهي لازم انا اكون تانياها كاني مقفلاها زي دي اهي، زي دي انا مقفلاها اهي. خلاص اهي بنحدد ال4 صوابع، خلاص، ونقص كده لحد النص اللي احنا محددين، لحد هنا فرداني اهي. خلاص، ونيجي كده، دي طبعا انا مش هاخد دي كلها، هنقيس كده 20 سنتي، هتقيسي من هنا لهنا 20 سنتي. مع الوقت انت هتعرفي المقاس ده،
انا ساعات باخد هاخدها نصها او ربعها، يعني المسافة دي ساعات باخد نصها وساعات باخد ربعها. انتي الاسهل لك اعمليها 20 سنتي ونقصها كده. خلاص، يبقى انتي عندك الحتة دي اهي. خلاص، ده الفرق، ده الفرق بين الظهر والايد. خلاص، التانية برضو اهي، بنحددي 4 صوابع كده وتقصي وتيجي هنا كده، قلنا يا النص يا الربع يا اما 20 سنتي، بتقصيها كده كده. خلاص خلاص، تعالوا نركبوها بقى. انا مقفلاها قفلة عادية. اللي عايز يعرف التقفيل، الفيديوهات موجودة في الركنة، دروس الركنة، خش عليها تعرف. طيب، ودي هنقفلها اللي هو الكورنيش. خلاص، انا هنا اهو هحدد. بصوا بقى، لازما وانتي بتركبي يكون الحتة المقصوصة دي بين تحت، يعني اهي كده اهي، وتكون الحتة المقصوصة عند الجسم القماشة، يعني عند الظهر كده. فاهمين؟ ان شاء الله تفهموها. هنقفل عادي خالص. بصوا اهي، هنلفها وهتلفي الجسم على الحتة اللي احنا قصينها. تمام. طبعا لما بتيجي في زاوية بتنزلي الإبرة. بصوا كده اهي، لفينا ايه، دي طبعا الايد اهي، لفينا اهو كده كده الجسم كله اهو، ولفينا على دي، لفينا الجسم برضو على الحتة اللي احنا قصينها، اللي هي قلناها ممكن تبقى 20 سنتي ايا كان، 20 سنتي او نص القطعة او ربعها، انتي شوفي المقاس اللي قصادك. خلاص، عدلها اهي، اوريها لكم اهي. بصوا اهي، بتبقى اهي كده ايد بقى، دي ايد، دي كده ايد. خلاص، دي بقت كده ايد. خلاص. طيب، هعمل لكم التانية. انا هعمل لكم التانية. تمام. اقفلها بقى عشان انا ما قفلتهاش. هنيجي بقى هنا زي ما قلت لكم اهي، دي كده مقفولة ودي المفتوحة.
هنا هتوضح اكتر لان هي هتبقى في الوجه، فاحنا هنشوفها هتتعمل ازاي اهو زي ما بنقفل. ماشي. افتحوا الفيديوهات، شوفوا الفيديوهات بتاعة الدرس انا عاملاها لكم في قائمة تشغيل واحدة، ان انتوا تقدروا ورا بعض تفهموا ايه التسلسل بتاع الفيديوهات. اهو خدنا اول حاجة اهي خلاص. تلف الايد اهي، وهي الحتة دي اهي تلفيها برضو على الجسم بس ما بتشديهاش، اهم حاجة ان هي متتشدش. اهي عملنا التانية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التانية اهي اتعملت، هنعدلها. بصوا اهي، بصوا احنا خدنا ايه، خدنا دي كده 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 كده، تمام. اهي بصوا بقى، دي بقى الايد اللي هي الايد اقل من الظهر. خلاص تمام، الايد اقل من الظهر. اللي فاتت احنا كان اللي هي الكورنيش. طيب لو احنا عايزينها من غير كورنيش نعمل ازاي الإيد والكتف؟ طيب لو من غير كورنيش برضو عادي زي الفيديوهات اللي انا عامله. الإيد اللي هي الكتف اللي هي الفيديوهات اللي انا عاملاها دي كتف، تمام. الإيد بقى لو بكورنيش هنعملها ازاي؟ انا يعني في العادي انا بعملها، بحدد ايد ولا كتف بعد ما اركب المراية، تمام. يعني بعد ما اركب المراية انا بحدد ايد ولا كتف. طبعا انا مش شغاله بمقاسات، لها حاجات كروكي كده، يعني مش حاجه محدده. طبعا احنا قلنا يعني كل ده من غير مقاسات. طبعا اهي احنا ركبنا المرايه، اوريها لكم اهي. المرايه دي بتبقى الحته اللي هي 40 سنتي بتاعه بدل الكورنيش يعني. خلاص على طبعا ده مش هتحددي دي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي برضو هتحددي يمين ولا شمال برضو بعد ما تخلصيها بتعمليها كده. انا طبعا مركبه هنا لا لسه، ابقى هركبها لكم عشان يبقى الشرح ايه مفيد. احنا قلنا الوش على الوش. بص انا كده قفلتهم الاتنين كده خلاص.
كده معانا يمين وشمال. طبعا ده مش ده مش بتحددي دلوقتي، يعني ادام ركبتي المراية هي بتبقى متحددة معاكي يمين وشمال لوحدها يعني. هبقى برضو اعمل لكم فيديو ازاي تعملي يمين وشمال، تعرفي دي يمين ولا دي شمال. تيجي بقى برضو زي ما قلنا 4 صوابع كده. طبعا في الطبيعي بتعملي كده وتقصي ال4 صوابع، ده انا هعمل كده عشان هي صغيرة. ماشي، نيجي لحد هنا ونقصها. خلاص، دي انا باخد نصها، دي بنصها على طول وخلاص. التانية سواء عملتيها على العدلة سواء عملتيها على القلبة مش هتفرق، يعني هي خلاص متحددة، ادام مركباها متحددة. اعمل كده كده. هنركبها بسم الله. طبعا زي ما قلنا هتحطيه هتبقى كده، يعني بصوا انتي هتاخدي دي كده تبتدي تركبي. طبعا التقفيلات دي انا موضحاها في الفيديوهات، فانتوا خشوا على الفيديوهات وشوفوا اللي احنا قفلنا ازاي او عملنا ازاي. تمام، اهي برضو اهي. بس طبعا دي عشان هي بسم الله، عشان هي طبعا من غير كورنيش، فدي اهي. بصوا اهي دي المراية وده الايد. هعمل لكم التانية كمان. بصوا اهي، بناخد اهي الحتة اللي هي بتاعت المراية وبناخد الشلفة، ننزل الإبرة ونلف الحتة اللي احنا مقصينها اهي، بنلف عليها الجسم. بصوا اهي، اهي دي بقى اللي هي من غير كورنيش بتبقى كده. خلاص، ودي اللي هي الايد، دي الايد. تمام، نفس التقفيلة في الكتف، بس طبعا مش بنقص اللي هي الحتة ال4 صوابع دي، مش بنقصها. يعني نفس التقفيلة في الكتف بس مش بنقص ال4 صوابع دي، نفس التقفيلات. انا كده قفلت لكم واحدة بكورنيش في الاولانية، ايد اللي هي الايد، ايدين بايد. لو انت طبعا ديت ايد واحدة، بتعملي ايد واحدة عادية نفس التقفيلة خالص، بس انت بايد واحدة. خلاص، كل الفيديوهات بتاعة الركنة متوضح فيها. ان شاء الله بإذن الله الفيديوهات الجاية عن الزاوية وكده هنقفل دروس الركنة كلها، يعني الركنة كلها هيكون الدرس بتاعها تقفل كده. تبقى خدتوا الكورس كامل بتاع الركنة ان شاء الله، هيكون في كل تفاصيل.
يا رب يا رب يا رب فيديوهاتي تكون مفيدة ليكم. ما تنسونيش دايما في احلى لايك واحلى شير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.